الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه عبد الله في كل مكان. استكمالا لمبادره اسماك اغلى من الذهب، احنا يا جماعه النهارده في مدينه حوش عيسى محافظه البحيره، بناء على طلب الاخوه الصيادين اللي هم جايبين دفعه السمك دي، عايزين يرموها يا جماعه برضو في مصرف عيسى، علشان خاطر يا جماعه المصرف ده اللي ما يعرفوش هو مجمع مياه حوش عيسى كله، بيوصل من الدرنجات من فوق لغايه اسكندريه الملاحات من تحت. ودي بقى يا جماعه مناسبه جدا 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 لسبب: اولا المصرف ده ما فيهوش سده شتويه، والمصرف ده عميق، يعني فيه حوالي 4 متر او 5 متر ميه. فعلشان كده الجماعه الصيادين بيقولوا ان احنا عايزين نرمي النهارده هنا، ودي دفعتهم يا جماعه، هم اللي متبرعين بيها. احنا مجرد اداه يا جماعه، احنا قناه عبد الله مجرد اداه. اللي فيه ناس بترمي من غير ما تصور عادي برضو، ما عنديش مشكله. في ناس بتحتاج تصور علشان خاطر الناس التانية تقتدي بيها. فاحنا يا جماعه دلوقتي في مصرف عيسى بناء على طلب المتبرع. خليكم معانا يا جماعه، الصيادين دول اصحاب الدفعه، واحنا دلوقتي العربيه في انتظار العربيه جايه من مفرق مدينه صفت خالد بيتها البارود. في حاجه معلومه صغيره عايز اقولها: الناس اللي عايز تتواصل مع المفرق نمره التليفون احنا هنسيبها في المفرق على الفيديو، علشان حضرتك ممكن تتواصل مع المفرق والعربيه تيجي لحضرتك، والوزاره مسهله كل حاجه يا جماعه للمتبرعين. خليكم معانا، احنا في انتظار العربيه. شايفينها اهيت، وفيها اخويا حبيبي الاستاذ عماد زيدان. العربيه جت يا جماعه على الوزاره اهيت وهتقف. اسكندريه يا جماعه. احنا اخترنا المكان ده والصيادين اختاروا المكان ده علشان المكان ده موصل للنوبريه وموصل لاسكندريه، وزي ما قال الحاج بسوني في 23 فرع يا جماعه بياخدوا من المكان ده وبيكبوا فيه. فعشان كده احنا تم اختيارنا على المكان ده. ويا جماعه يا ريت علشان الصيادين كلهم كان لهم كبير الله يرحمه عم الحاج السعيد مريم الله يرحمه، كان شيخ الصيادين. يا ريت يا جماعه كلنا نقرا الفاتحه للراجل ده. الله يرحمك يا عم السعيد، انت اللي ربيت جيل محترم. الله يرحمك يا عم السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي احنا قاعدين على مصرف عيسى، ومعانا اخوه الصيادين، صيادين المراكب كلهم صيادين حوش عيسى، اجتمعوا النهارده يا جماعه لان هم اصحاب الدفعه ديت، واحنا بنشكرهم على كده وبنشكرهم على دعمهم للمبادره، وبنشكر اخونا العزيز الفاضل الاستاذ بسيوني السعيد مريم شيخ الصيادين وابن شيخ صيادين حوش عيسى رحمه الله عليه الحاج السعيد مريم. طبعا النهارده يا جماعه احنا قاعدين بصحبه الصيادين كلهم، انا مش هقدر اعد الاسماء دي كلها، ناس كتر الف خيرهم، كتر الف خيرهم لمشاركتهم لنا في المبادره. احنا رمينا نص الدفعه يا جماعه اللي هي الاكياس بس في مصرف عيسى، وبناء برضو على طلباتهم، لان احنا بنرمي الحاجه زي ما صاحب الشأن بيقول. في الثلاث خزانات يا جماعه مليانين سمك دلوقتي في العربيه، وهم طلبوا ان هم يرموهم في ترعه الحاجر، طلبوا يرموا الثلاث خزانات في ترعه الحاجر والاكياس هنا، وده دعم يا جماعه من صيادين حوش عيسى، صيادين القوارب في حوش عيسى، وانا بنشكرهم على كده. وبندعو كل اهل الخير اللي عايز يا جماعه يتبرع او يشارك في المبادره، احنا هنسيب نمره تليفون المهندس ياسر في مفرق صفت خالد، ما بنقبلش حاجه من حد. اللي عايز يا جماعه يتبرع يتواصل مع الاستاذ ياسر، المهندس ياسر، والمهندس ياسر راجل مشكور كتر الف خير وبيساعد معانا، والوزاره كلها بتساعد معانا. حضرتك تواصل معاه، هيبعت لحضرتك الزريعه لغايه مكان. حياتي لحضراتكم، وتستنونا واحنا بنرمي الخزانات في الحاجر ان شاء الله. على الله يا جماعه دلوقتي، وهنرمي اول خزان هنرميه في ترعه الحاجر. بس انا وانا عايز الخزان وهو بيترمي يا جماعه اخلي الحاج بسوني السعيد مريم شيخ صيادين حوش عيسى يتكلم معانا شويه وينصح الاخوه صيادين المراكب بيه. حاج بسوني حضرتك تنصح صيادين المراكب بايه بصفه حضرتك انك شيخ صيادين حوش عيسى، والمبادره دي شارك فيها صيادين المراكب كلهم، على مستوى الجمهوريه حضرتك تنصحهم بايه؟ اول حاجه بننصح الصيادين ان يحافظوا على الخير اللي نزل. ايوه واللهم صل على سيدنا محمد. وانا نفسي اي شيخ صيادين في اي منطقه يعمل زينا كده، لانه خير للبلد وخير للناس كلها، وربنا يوفق الجميع، وربنا يبارك لنا فيك ابو احمد. ربنا يخليك يا عم الحاج، ربنا يخلي حضرتك، انت برضه سبب الخير اللي احنا ربنا يخلي حضرتك يا عم الحاج. زي ما انتم شايفين الصيادين كلها فرحانه وكله مشارك وكلها عيد، على النهارده عندنا عيد. ربنا يخلي حضرتك يا عم الحاج. ويا ريت يا جماعه كل شيوخ صيادين على مستوى الجمهوريه تجتمع مع صيادين المراكب وتشارك في المبادره ديت. وانا بنشكر شكر خاص للاستاذ محمد عياد يا جماعه، الاستاذ محمد عياد شارك معانا في المبادره ديت وبحب، وشايفه عمال يجري وينزل الاكياس ويكب الحاجه. انا بنشكر اخويا محمد عياد، ده صياد يا جماعه من صيادين مراكب حوش عيسى، زيه كل الناس ده، الاستاذ اسامه، الاستاذ سامي ابو مريم يا جماعه من صيادين مراكب النوبريه. الناس دي كلها لها مننا كل الشكر. الحاج مدني، الحاج غازي كبراتي، الاستاذ هاني، كل الناس يا جماعه لها مننا كل الشكر والتقدير. واحنا دلوقتي هنفضل خزانات ده دلوقتي يا جماعه الخزان الثالث، وانا هنتهز فرصه الخزان الثالث بينزل برضو علشان اختم مع حضراتكم الفيديو. في نهايه الفيديو ده انا بشكر كل الناس اللي بتشارك في المبادره، كل الناس اهل الخير اللي بتشارك في المبادره لدعم بلدها الحبيبه الغاليه مصر، لان بلدنا يا جماعه تستحق مننا ان احنا كلنا نبقى ايد واحده، لان بلدنا تستاهل مننا ان احنا نخليها احسن بلد في الدنيا، لان هي فعلا احسن بلد في الدنيا. وبنشكر معالي وزير الزراعه، وبنشكر السيده الفاضله الدكتوره منى محرز، وبنشكر الاستاذ عبد الخالق النويهي، وبنشكر الباشمهندس ياسر مدير مفرخ مدينه صفت خالد بإيتال بارود. وللتواصل هنسيب نمره الباشمهندس ياسر يا جماعه، واشوفكم على خير، وتحياتي لحضراتكم والسلام عليكم.